أهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو ده هنعالج مشكلة بتقابل ناس كتير، وهي ظهور برامج اتحذفت بالفعل في قائمة Open With في الويندوز. على سبيل المثال عندي برنامج اسمه كيو كيو بالصيني، رغم اني حذفته لكن لسه بيظهر هنا. تعالوا نحل المشكلة دي بطريقة بسيطة باستخدام الريجستري اديتور. عشان تفتح الريجستري اديتور افتح قائمة ران واكتب ريج اديت، دوس انتر، بعدها هيفتح معانا. هننتقل دلوقتي للمسار اللي فيه كل الامتدادات المرتبطة بالبرامج. هنروح على المسار ده، خده كوبي، هتلاقيه في اول كومنت. هنا هتلاقي كل التطبيقات اللي الويندوز مسجلها. هتدور على البرنامج اللي عايز تحذفه من القائمة. في حالتي دي هيكون كيو كيو. بعد ما لقينا البرنامج هنضغط كليك يمين عليه ونختار ديليت. كده هنكون حذفنا البرنامج من السجل بالكامل، وده هيضمن انه مش هيظهر تاني في قائمة اوبن ويز. وعشان نتأكد من الحل، بعد ما حذفنا البرنامج من الريجستري كل اللي عليك تعمله هو انك تعمل ريستارت للجهاز. وبعد ما الجهاز يفتح تقدر تجرب تفتح اي ملف. هتلاحظ ان البرنامج اللي كان ظاهر في اوبن ويز مش موجود تاني. وكده نكون خلصنا. الحل ده بسيط وفعال لمسح البرامج اللي بتفضل ظاهرة في اوبن ويز رغم انها محذوفة. لو الفيديو ده ساعدك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة مع الجرس، ولو عندك اي اسئلة او اي مشاكل اكتب لي في الكومنتات تحت. اشوفكم الفيديو الجاي.